صباح الخير والسعادة. يلا بينا نكمل جولتنا في أسوان. احنا هنا لسه في نهر النيل، وده اللي قدامنا ده فندق كاتاراكت أسوان. كاتاراكت أسوان يعني شلال باللغة الإنجليزية. ال- ال- الفندق بيعتبر في الناحية المقابلة لجزيرة الإلفانتين. الفندق ده طبعا فندق عريق جدا ومشهور جدا، واتمثل فيه فيلم جريمة على النيل بتاعت أكاسا كريستي، واتمثل كمان في مسلسل جراند اوتيل. وأشهر زوار طبعا الملك فاروق وأكاسا كريستي والأميرة ديانا والأمير تشارلز. أنا كده متجهة لمتحف آثار أسوان اللي موجود في جزيرة الإلفانتين. كان من افروض بدا ان هو يتطور تاني من 1912 ل 1917. يعني ده تطوير 1912. ده البيت اللي جنبه او المقر اللي جنبه ده وقت السد العالي، وقت اللي هو البناء بتاع السد العالي ده كان يقعد فيه اللي هو كبار المهندسين اللي كانوا في انشاء السد العالي. تمام. المنطقه هنا اصلا تعتبر منطقه اثريه بحته. احنا هنا المتحف تحت والياسمين. تمام. فالمنطقه يعتبر هي اصلا مليانه اثار. هنخلص كده هندخل جوه نعادل من ايام الاصول القديمه، الدوله القديمه. كده هنا أنا داخل المتحف. ده الملحق بتاع المتحف، لأن المتحف نفسه فيه تطوير. فهم طبعا افتتحوا الجزء دوت وحطوا فيه بعض الآثار. معظم حاجة المتحف بتحكي عن صور كده للحياة المصرية، وبالذات في حالة المجاعة لما حصلت المجاعة. حتى في ورا المتحف موجود معبد هنبص عليه دلوقتي، بيحكي عن قصة المجاعة. طبعا زي ما قلت لكم المتحف موجود في جزيرة الإلفانتين. يعني ايه إلفانتين؟ إليفنت اللي هو الفيل، فهي الجزيرة على شكل راس الفيل. لو احنا طلعنا بالطيارة من فوق هنشوف الجزيرة نفسها شكل راس الفيل بالزلومة بتاعته. كمان معظم الصخور اللي منحوتة حوالين النيل، حوالين الجزيرة اللي هي أصلا منحوتة بفعل عوامل التعرية، كلها واخدة شكل راس الفيل، عشان كده اتسمت جزيرة الإلفانتين. طبعا هنا ده كده بعض المعروضات في المعرض أو في متحف آثار أسوان. والمتحف بيتضمن معلومات عن تاريخ النوبة من عصور أصلا ما قبل التاريخ، يعني من عصور كل الأسرات تقريبا، ده من كل الأسرات. المتحف ده تأسس سنة 1996، وبعد كده أعاد تطويره مرة تانية، وحاليا برضو بيتطور مرة ثالثة. والمتحف في بعض المنحوتات اللي معمولة من الرخام أو من الألابستر. طبعا الألابستر ده مشهورة بيه الأقصر، وفي مصنع ألابستر كتير موجود كبير جدا موجود في الأقصر. الألابستر غالي جدا، يعني أقل قطعة معمولة مثلا فازة أو حاجة ألابستر صغيرة بتتباع بمبلغ. هنا كده ده مبنى المتحف نفسه، معمول على الطراز الانجليزي شوية، لان اللي بناه او هو كان اتعمل استراحة للمهندس ويليام ويلوكس الانجليزي لما كان بيصمم خزان أسوان او كان مشرف على تنفيذه، فأنشئ ليه المبنى دوت اللي هو دلوقتي حاليا هو متحف آثار أسوان. وانت في أسوان كده بتلاقي ميكس للحضارات. يعني بصوا ده كده في وسط النوبة وفي وسط أسوان، وموجود أثر إنجليزي أو حاجة إنجليزية. يعني ده طبعا معمول من أيام صمم خزان أسوان، طبعا ده عمره حوالي تقريبا 100 سنة. ده كده الفيو كامل للمتحف أو للجزيرة.
اللي هي جزيرة ألفانتين. وزي ما احنا شايفين الناحية التانية من متحف آثار أسوان فندق الكاتاراكت. احنا كده دلوقتي هنا داخلين ورا المتحف. موجود معبد ساتت، واللي موجود من العصر البطلمي الروماني. وساتت يعني ايه؟ ساتت يعني إله الفيضانات. وهو طبعا المعبد كان مكان مخصص للعبادة، وكان بيضم مأوى مصنوع من الطوب التيني. هو اتأسس حوالي سنة 3200 قبل الميلاد، يعني قبل التاريخ ب3200 سنة. ايه العظمة دي، الناس دي. في معبد ساتت جه اسكندر الأكبر عشان يقدم القرابين للإله رع. انتوا عارفين طبعا الاسكندر الأكبر كان بيلف على الآلهة المصرية عشان يتقرب من المصريين ويعمل الإمبراطورية بتاعته. حتى موجود جوه هنا موجود منحوتة. المنحوتة ديت عليها صيغة هيروغليفية مكتوب فيها كلام، والكلام ده معناه المختار من رع ويحبه أمون. ده بالنسبة للإسكندر الأكبر. ومعبد ساتت أعيد بناؤه في كل أسرة كانت بتيجي كانت بتعمل فيه تعديل وبتعيد بناؤه. أعيد بناؤه مثلا في الأسرة الثالثة، وبعد الأسرة الثالثة جت الأسرة الخامسة في حكم رع. اتطور تاني. هنا دي اللي هي الإله ساتت، حاطين التمثال بتاعها. ساتت وعيلته زوجته الموجودة زوجته خنوع. ساتت زوجته ده اللي شاف الرؤية بتاعت ال7 سنين العجاب، بس عن طريق الفراعنة مش عن طريق سيدنا يوسف. عشان كده اطلق عليهم لقب الآلهة وكرمهم ومسكهم القطاع الجنوبي من الشلال عندنا هنا للسودان. بعد ما اطلق عليهم لقب الآلهة مسكهم الجنوب زي ما قلنا. هتروحوا حجر المجاعة هتلقوا القصة دي. مع دخول الرومان مع عوامل الوقت والزمن اللي مر على المكان يعتبر المعابد دي في الأرض. ده شغل ترميم كنايس مش كده؟ ده اتعمل كنايس، اتعمل كنايس. الله يفتح. ده ترميم البعثة الموجودة عندنا حاليا شغالة الألمانية. ومعبد ساتت تم إعادة بنائه بعد توسعته وإضافة تمثال الجرانيت اللي احنا شفناه في عهد الأسرة السادسة، وكمان عهد الإله خانوم برضو إعادة برضو بنائه. وفضل كل أسرة تيجي تجدد فيه وتعدل فيه لحد ما جه سنوسرت الأول وعدل الهيكل بتاع المعبد وبنى هيكل جديد تماما، مع طبعا وجود البيوت الطينية. ده حتى حتشبسوت جددت فيه سنة 1507. طبعا حتشبسوت الثامنة، انتوا عارفين في 8 حتشبسوت، بس أشهر واحدة فيهم كانت رقم 8. بعد كده جه تحتمس الثالث وعمل في المعبد برضو توسعة. ولما جه برضو بطليموس سنة 180 قبل الميلاد أضاف تطوير تاني للمعبد. وكل كل ملك أو كل إله كان بيجي كان بيحصل تعديل في المعبد. الجزء اللي ورا ده زي ما احنا شايفين كده جزء مباني طينية، بمعنى ان كلها مبنية من الطين اللبن. كانت بقى بتستخدم زي بيوت للمصريين العاديين مش الأمراء طبعا، وكانت بتستخدم لعمل زي مخازن للحبوب والكلام دوت. الدبانة مستفزة. بقى هنا ولا؟ وزي ما احنا شايفين المعبد بيتم فيه ترميم بصورة عالية جدا، لان هو طبعا قديم قوي 3200 قبل الميلاد، ده يعني زمن كبير قوي.
انا برضو استغربت على حاجة غريبة قوي، ان معظم البيوت او الاماكن اللي هنشوفها دلوقتي اللي فيها بيوت المصريين القدامى كانت ضيقة قوي صغيرة، لان هم كانوا بيهتموا بانشاء المعابد اكتر، طبعا حياة الخلد والبعث والخلود اللي كانوا هم مؤمنين بيها. زي ما احنا شايفين كده، ده الطين اللي كانوا مبني بيه البيوت بتاعتهم اللي جنب المعبد. هنا انتهى الفيديو بتاعي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ودعموني باشتراك للقناة، واكمل معاكم بقية جولتي في اسوان في فيديوهات تانية. باي باي.